عاجل. الكاف والمغرب في ورطة كبيرة بعد إعلان صمويل إيتو انسحاب الكاميرون ودول إفريقية عدة من إفريقيا لعام 2025 وتحالفها مع الجزائر. شاهد ماذا حدث. ولكن إذا كنت تتفق معي بأن الجزائر هي الأحق بتنظيم كأس إفريقيا فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. لم تهدأ الأوساط الرياضية وخاصة في القارات الإفريقية بعد إعلان الجزائر انسحابها من تنظيم إفريقيا لعامين 2025 و2027. فقد دخل رئيس الاتحاد الكاميروني صمويل إيتو وأدلى بتصريحات للإذاعة الكاميرونية منذ قليل وقال: يجب علينا كمسؤولين في الاتحادات أن نقف ضد المجلس التنفيذي للكاف وخاصة المغربي فوزي لقجع الذي تعدى كل الخطوط الحمراء بسبب فساده داخل الكاف. فأنا زرت الجزائر في افتتاح الشان وتصالحت مع المسؤولين الجزائريين وشاهدت ملاعب رائعة وملاعب لتدريب المنتخبات على أعلى مستوى. فكان يجب على الاتحاد الإفريقي اختيار الجزائر لتنظيم كأس إفريقيا للعام 2025 لأنها هي الأحق من المغرب، لأن المغرب ليست لديها إمكانيات الجزائر في الوقت الحالي. فأنا تلقيت عدة اتصالات هذا اليوم من اتحادات دول إفريقية عدة، وهذه الدول دول كبرى في كرة القدم من أجل مقاطعة بطولة إفريقيا بالمغرب، لأننا نعلم جميعا إذا ذهبنا للمغرب سنخسر الكثير والكثير، لأن هذه البطولة سوف يجهزها فوزي لقجع للمغرب من أجل تتويج منتخب بلاده بها، لأنها لم تفز إفريقيا منذ أكثر من 50 عاما. وفي النهاية عزيزي المشاهد، إذا كنت تتفق مع كلام صمويل إيتو فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة.